تعالوا نحضر كباب الطاوة أو كباب اللحم. أول شي راح ناخذ مقدار من اللحم المفروم، هنضيف عليه بصل مفروم ناعم، ونضيف عليه طماطم مفرومة ناعم، وشوية ثوم مفروم ناعم أو مهروس، وبقدونس مفروم ناعم، وملعقة معجون طماطم حتى تعطي نكهة ولون مميز، وبهارات حسب الرغبة. أنا ضفت ملح وفلفل أسود وكركم وبابريكا أو فلفل أحمر حلو وكاري. أعجن المكونات مع بعض حتى تمتزج زين، وأضيف عليها بالتدريج طحين أو دقيق لحد ما تكون عندي عجينة متماسكة وتصير عندي بهالشكل. أخليها شوية ترتاح، بعدين أبدأ بتشكيلها حسب الرغبة بالشكل اللي تحبه، ممكن دوائر أو ممكن بشكل طولي. وبعد ما شكلتها ووزعتها بالصينية أقدر أدخلها الفريزر وأجمدها وأستخدمها وقت الحاجة. وممكن أشكلها ومباشرة أقليها بزيت مو غزير، شوية هواية، ما تاخذ هواية وقت. أقليها على نار متوسطة أو شوية هادئة، وبعد ما تستوي الجهة الأولى أقلبها على الجهة الثانية، ما يحتاج أقلبها هواية، مرة أو مرتين فقط كافي. وهسه كباب الطاوة صار عندي جاهز.